النهارده هاشارك معاكِ تزيين البيتي فور، نزّلت لكم الفيديو بالمقادير وهيطلع معاكِ أحلى بكتير من الجاهز. أنا مي شاهين ودي قناتي على اليوتيوب. لو لسه أول مرة تشوفيني يا ريت تشرفيني تبقي واحدة من أسرتنا الجميلة. أول حاجة خالص أنا استخدمت شوكولاتة دارك خام، وكمان شوكولاتة بيضا خام. باجيبهم وبعدين بابشرهم بشر كده يكون قطع صغيرة علشان يسهّل معايا الوقت، وكمان ما ياخدش وقت معايا في إن هي تسيح. وطبعًا بتحطيها في مثلًا حلة صغيرة أو طاسة صغيرة وتحتيها مَيّة بتغلي. أهم حاجة إن النار ما تلمسش الحاجة اللي موجودة فيها الشوكولاتة، وتسيبيها براحتها لغاية ما تسيح تمامًا. ممكن تضيفي عليها معلقتين من الزيت لو أنتِ حابة إن هي تكون زي ما أنتِ شايفاه كده ملمسها ناعم أوي، وكمان بتدّيها لمعة حلوة أوي. ما نضيفش لبن خالص ولا مَيّة خالص. لو اضطريتِ إن أنتِ تضيفي لبن هتاخد معاكِ وقت أطول في التسييح، لإن هي هتخرّز معاكِ. بس ما تقلقيش، استمري في التقليب المستمر. وطبعًا كل ده على حمّام مَيّة بتغلي، وهتلاقيها برضه تفُك معاكِ تاني وهتبقى ناعمة جدًا زي ما أنتِ شايفة كده. ولو طبعًا متاح الميكروويف معاكِ هتدخّليها الميكروويف لغاية ما تسيح وتبقى هي كده تمام. زي ما قُلت لِك ممكن تضيفي عليها معلقة زيت في الآخر علشان تدّيها لمعة حلوة، أو مكعب من الزبدة اللي موجود عندِك استخدميه. وطبعًا هنا استخدمت للتزيين فورماسيل ألوان وفورماسيل أسود، وكمان ممكن تستخدمي جوز الهند، وبرضه ممكن تستخدمي لو عندِك اللي هو السوداني بتاع الحلويات اللي هو العادب، بتطحنيه كويس جدًا في الكبة وممكن برضه تستخدميه. وزي ما أنتِ شايفة كده ده البيتي فور بتاعنا اللي إحنا عملناه مع بعض وشاركت معاكم الفيديو. بجد وصفة حلوة جدًا، هيطلع زي ما أنتِ شايفة كده محتفظ جدًا بشكله، وكمان هيطلع ناعم جدًا، جدًا، جدًا. جبت طبعًا كل الأشكال حشيتهم بالمربى، أو ممكن كمان تحشيهم شوكولاتة، ممكن تكون ممكن كمان تحشيهم مثلًا كراميل، أي حاجة أنتِ حاباها. بس هي أفضل حاجة والحاجة اللي إحنا متعودين عليها عشان تبقى خفيفة هي المربى. وتبدئي إن أنتِ تزيني البيتي فور بتاعِك. ممكن شوكولاتة dark كده مع الفورماسيل ألوان علشان تبان. بجد حشوات لذيذة أوي وسهلة جدًا وأفكار كتير ممكن تعمليها. وكمان على فكرة ممكن تستخدمي الكريز اللي هو الكرز في الشكل اللي هو عامل زي الدايرة كده. أو أنتِ لو استخدمتِ القمع بدل المكنة زي ما أنا كده استخدمت المكنة، ممكن تستخدمي القمع وبرضه تستخدمي الكريز في النُص. بجد هتدّي شكل حلو أوي وطعم كمان ما لوش حل. بجد حلو أوي. الأطفال أنتم عارفين كل سنة وأنتم طيبين بيحبوا الأشكال الحلوة دي، وكمان بيبقى طعمها حلو أوي. طبعًا أنتِ بعد ما تزينيها لاحظي إن أنتِ بتحطي كل بتيفوراية لوحدها على جنب. ما تحاوليش تقرّبي ما بينهم أو تحطيهم على بعض، لإن طبعًا الشوكولاتة لسه دافية، لسه سايحة، محتاجة وقت علشان تجمد. فأنتِ وأنتِ شغالة بتشتغلي في صينية كبيرة مثلًا أو صاجات أو كذا حاجة، بحيث إن أنتِ بتفردي البيتي فور بتاعِك كله. ما تحطيهوش أبدًا، أبدًا على بعض لغاية ما يبرد، أو الشوكولاتة نفسها تجمد تمامًا، تمامًا. يعني ممكن إن أنتِ بتسيبيه كده مفرود لمدة مثلًا 3، 4 ساعات قبل ما تبدئي إن أنتِ تحتفظي بيه عندِك في العلب بتاعته. الوصفة دي يا جماعة بجد وصفة هايلة جدًا. أنا كنت منزّلة المقادير بتاعتها بالتفصيل والطريقة وكل التريكات عشان يطلع معاكِ ناجح جدًا، من غير ما يفرش ومن غير ما يطلع مقرمش معاكِ. ده هيطلع معاكِ وصفة رهيبة حلوة أوي. وزي ما قُلت لِك في أشكال كتير زي ما أنتِ شايفة كده ممكن تزينيه بيها. الشوكولاتة البيضا والشوكولاتة الدارك حاولي تختاري نوع يكون طعمه حلو، لإن طبعًا الطعم أساسي جدًا في الوصفات دي، علشان طبعًا بيبقى واضح جدًا وبتستخدمي منها كمية. أنا مي شاهين، لو لسه أول مرّة تعرفيني دي قناتي على اليوتيوب. يا ريت بقى subscribe للقناة، ولو عجبِك فيديوهاتي ما تنسينيش بالشير وباللايك، واشوفكم على خير يا أحلى وأغلى متابعين في الدنيا، وكل سنة وأنتم طيبين.